عارفة انك بشوية دقيق ومية تقدري تعملي السمبوسك، عجينة السمبوسك نفسها بمنتهى السهولة في بيتك؟ عارفة ان انتي بتمن باكت او اتنين من اللي بتجيبيه من بره تقدري تعملي ضعف الكمية 3 4 مرات وطالعة نفس النتيجة بتاعت بره بالظبط وطعمها خيال. يلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. في اي بول عندك هتحطي 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، وعليهم 3 معالق كده كبار من الزيت. هتنزلي عليهم بكوباية مية عادية تدريجيا من الحنفية، هتنزلي تدريجيا لحد العجينة ما تلم معاكي وتبقى طرية بالشكل ده. طبعا على حسب الكمية بتاعتك ما تاخد معاكي المية، كل دقيق غير التاني. سبتها ترتاح كده لمدة ربع ساعة، بعد ما ارتاحت قمت واخدة العجينة ولفتها رول كده وبدأت ان انا اقطعها. قطعتها على كام كورة كده بالظبط، يعني على 10 كور تقريبا. اهم حاجة ان كل كورة كده قد يعني الليمونية القضالية الكبيرة، قد الليمون الكبير اللي احنا بنجيبه من السوق اليومين دول. برضو بعد ما كورتها سبتها ترتاح كده برضو بتاع ربع ساعة. جهزي بقى جنبك بولة كده فيها دقيق او طبق فيه دقيق والطبق التاني فيه زيت. هتبتدي ان انت تجيبي كل كورة وتفرديها، مش هتفرديها يعني ان انت هتفتحيها جامد، لا، حاجات بسيطة بس. حاولي وانت بتفرديها تفرديها مستطيل علشان لما تيجي تعملي السمبوسك في الاخر ما يطلعش معاكي هدر كتير. هتقومي ما بين كل طبقة وطبقة دهنة كده محترمة من الزيت، ورشة محترمة جدا من الدقيق، يعني كمان رشة اكتر من اللي انا حطاها دي. يعني حطي كده مش ما تبينيش العجينة خالص اصلا من الدقيق. هتقومي بعد كده حاطة الطبقة التانية وهكذا دهنة زيت ورش حبة دقيق برضو حلوين، وهكذا لحد ما تخلصي ال4 طبقات. 3 ل4 طبقات معاكي، من 3 ل4 طبقات. بعد كده هبتدي برضو ان انا افردها مستطيل، حاولي على قد ما تقدري تفرديها مستطيل. هتجيبي بقى اي صينية عندك تكون كبيرة بحيث ان هي تاخد المقاس بتاعك ده، تاخد مقاس عجينة السمبوسك اللي انت عاملاها، ويا دوبك 5 ثواني على الجنب ده و5 ثواني على الجنب ده لحد ما تبقى معاكي بالشكل ده. بالنسبة للنار بقى، النار هتكون متوسطة، لا هي عالية ولا واطية، وبرده هتكوني قلب الصينية عشان تشتغلي كده بسهولة. طبعا زي ما قلت لك 5 ثواني على الجنب ده و5 ثواني على الجنب ده لحد ما تحسي ان العجينة عارفة اخدت اللون ده معاكي اللي انت شايفاه، اللون المصفر ده شوية وكده تمام. هتيجي بقى ان انت تقطعيها الاول قبل ما تفكيها، يعني دي نصيحة. انا كنت اول مرة اعمل السمبوسك طلعت معايا مظبوطة ما شاء الله وزي الفل، بس لما تيجي تقطعيها قطعيها الاول قبل ما تفكيها من بعض كده. هي بتفك من بعض بمنتهى السهولة، وما شاء الله خفيفة جدا ورقيقة جدا زي اللي بنجيبها من بره، وكمان شفافة. الطريقة بسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة، ويعني هتقدري تعمليها في بيتك بكل سهولة. بدأت ان انا اقطع الحروف كده زي ما انتوا شايفين، على قد ما تقدري ما تحفيش في الحروف، يعني خدي على الطراطيف بالظبط عشان تحاولي ما تهدريش. طب اللي انتي قطعتيه ده هترميه؟ استحالة ان انا ارميه. انا اخدته حطيته كده، قطعته مكعبات صغيره، وهطلعه هقليه وبعد كده هحط عليه سكر وشويه قرفه، هيبقى تحفه. قطعت بقى الكميه بتاعتي كلها زي ما شفتوا. انا عملت 4 طبقات، هم طلعوا معايا بالظبط 9 كور. عملت 4 طبقات فوق بعض، والطبقه التانية عملتها 3 و3. بعد كده بدأت ان انا بقى اجيب، وعشان هنا كنت حشوه كده حشوه عاديه، جبنه وطماطم وشويه زيتون وحبه البركه. وبدأت ان انا اعمل اللي هو الغلاف بتاع التغليف ده، اللي هو شويه من الدقيق مع شويه برضو من الميه، وبدأت ان انا اقليها علشان تشوفوا حلاوتها وجمالها. بجد خطيرة. مش عايزة اكتب عليكم، انا عمري ما جربت السمبوسك ان انا اجيبها من بره، بس سلفتي كانت بتجيبها من بره على طول فهي عارفة طعمها، فانا دوقتها لها قالت لي بالظبط شبه اللي بره. بجد يا جماعة تحفة، ومش هتندموا ابدا ان انتوا تجربوها. سهلة وبسيطة. ولو عجبتكم بقى وصفة النهاردة ما تبخلوش بقى على اختكم بلايك للفيديو، وقولي لي رأيكم في الكومنتات في سمبوسة النهاردة. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، واهم حاجة المتابعة، اوعكم تنسوها.